في الرقم اللي هيطلع لك. تعالى بقى ناخد مع بعض مثال عملي على الموضوع ده. طيب ده مثال عملي على حساب ال1 ار ام بتاعنا، ال1 ريبيتيشن ماكس، وقلنا ان ده اقصى وزن تقدر ترفعه وتجيب بيه عده واحده بس قلنا برضو ان في شرطين اتنين. الشرط الاولاني ان اجيب بيه عده واحده بس بتكنيك سليم. طيب الطاره من دي عامله 15 كيلو، ففي الكفه الواحده في المكان الواحد ده في 30، وفي زيه كمان هنا 30، يبقى 30 و30 ده 60. يبقى احنا قلنا هنرفع وزن نجيب بيه من 3 ل 10 عدات. انا والله ما اعرفش انا بجيب بيهم كام عده، خلينا نشوف مع بعض. طيب كده بال 60 كيلو اللي انا لسه رافعهم دولت جبت بيهم 10 عدات. مش هقعد اخمن بقى انا اقدر ارفع وزن قد ايه اجيب بيه عده واحده بس. قلنا ان في معادله بنستخدمها في مجال الفتنس بنتوقع بيها اقصى وزن نقدر نرفعه نجيب بيه عده واحده قد ايه. تعالى بقى معايا على الاله الحاسبه، وزي ما انت شايف قدامك على الآلة الحاسبة فاحنا هنقول 60 وده الوزن اللي احنا شلناه فيه، ونفتح قوس اولاني. بعد كده نقول 1 زائد نفتح قوس تاني نقطة 0 و3 تلاتات في عدد العدات اللي احنا جبناهم اللي هم 10. وما تنساش تقفل القوس التاني والاولاني، فهيطلع لك الناتج حوالي 80 كيلو جرام. فيبقى انت كده ال1 ار ام بتاعك او ال1 ريبيتيشن ماكس بتاعتك او اقصى وزن تقدر تشيله تجيب بيه عدة واحدة بس هو ال 80 كيلو.